فبعدين بقى قلت ايه اشارك حبايب قلبي اللي بجد بيوحشوني، وكمان ربنا يكبر بخاطركم يا رب العالمين. مهما اقول مش هوفي حقكم ليا. الكلام القمر وكلامكم اللي ربنا يا رب يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري. بجد بجد انا شفت حبايب قلبي واحسن ناس في الدنيا، اقسم بالله كلامكم على قلبي زي العسل، اقسم بالله العلي العظيم. والناس اللي دخلوا عندي جداد ربنا يبارك لي فيكم ويبارك لي في عمركم يا حبايب قلبي، ودايما كده تشجعوني كده، وان انتوا تشجعوني علشان خاطر ايه اشارك معاكم كل يوم. تمام. طبعا بقى في دوشة عيال، حقكم عليا متزعلوش علشان خاطر بقى ايه دوشة العيال وكده، فمخليني اصلا مش عارفة اتكلم بس بصوا سامحوني بقى الفيديو ده. طبعا بقى انا غسلت كده الطبقين بقى معاكم كده بكل حاجة بتاع الغدا وبتاع الفطار، كل دوت جمعته. بصراحة كنت سقعانة، كنت متدفية تحت اللحاف، قلت ايه ده هفضل متدفية تحت اللحاف وانا ورايا شغل بيت ما خلصتهوش؟ فما ينفعش كده، احنا مش كده خالص، احنا ستات شطار وكلنا امارات وكلنا عسل 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 يعني عسولات فيا ست الكل. طبعا بقى غسلت المواعين وظبطت المطبخ، خليته يبيق يبيق يبيق، يعني بصي يبرق يبرق يعني فحبيت اشكركم جدا، اطلع معاكم كده اشارك معاكم يومي في المواعين كده مع بعضينا، وفي نفس الوقت اشجعكم كده لو عندكم حبة مواعين حبة غسيل الطبق فتمام كده وزي الفل. طبعا بقى على كل حبايب قلبي، فطبعا بقى حبايب قلبي كده خلصت بقى دنيتي. حبيت بقى اتكلم مع حبايب قلبي اللي بيجبروا الخاطر. يا جماعة لو مش بتجبروا الخاطر كده ونجبر بخاطر بعضينا، بلاها ان احنا نبقى مع بعض اصلا، بلاها خالص ان انت تكتب لي تعليق سلبي. بلاها يا جماعة، انا مش عارفة ليه انت بيجيلك قلب كده تكتب لحد كلمة سيئة، كلمة وحشة ان انت تضايق بيها. انا يا جماعة مش طالعة ان انا طالعة ان انا اتعايق بنفسي، لا انا طالعة بقدمكم محتوى الترويق، اشجع حبايب قلبي، حبايب قلبي بس المتابعين ليا اللي بيكبروا بخاطري. احنا طالعين ايه، احنا طالعين يعني ايه نشجع بعضينا، مش علشان خاطر نتباهى بنفسنا، لا احنا مفيناش الدقة دي خالص. فكمان يا حبايب قلبي انا والله بص كنا اتكلمت في الفيديو قبل كده، فيديو تقريبا اللي قبل اللي فات، اتكلمت فيه ان انا مش طالعه اتعايق بنفسي يا جماعه، انا طالعه اقدم محتوى. بلاش الكلام المستفز، بلاش يا جماعه. فطبعا بقى يا حبايب قلبي كده خلصنا، وكمان حبيت اتكلم معاك والله مش علشان حاجة، انا بتكلم مع حبايب قلبي بجد متابعيني الامارات العسل اللي بجد بحبكم في الله والله العظيم. مفيش ما بيننا بصي غير المحبة وان احنا نشجع بعض، مش ان احنا نهبط بعضينا، لا ما فيناش الكلام دوت. بجد بجد في ناس على قد ما في ناس محترمة جدا فوق الخيال يتشالوا فوق الراس، على قد ما في ناس بيستفزوكي وبيخلوك ان انت بيهبطك من كل شيء. انا والله العظيم 3، انا واحدة بصي طبيعية خالص، طالعة بكل شيء، انا طالعة بكل بصي كل حاجة انا بطلعها بما يرضي الله والله العظيم. انا ما بحبش ان انا اتباهى بنفسي، او انا بطلع بوشي وكده، مش هقولك ان انا ما بطلعش بوشي، لكن انا ما بطلعش كاملا، بمعنى ان انا ما بحبش خالص حد يعني حد يتكلم عليا وحش، او حد يقول لا ده مثلا بصي لو اي كومنت وحش يعني. انا ما بحبش اطلع كاملا يا جماعه، انا مش طالعه ان انا اتعايق والله العظيم 3، انا طالعه اقدم محتوى. الاقي ناس بتحبني بالفعل، مش الاقي ناس علشان مصلحتها تحبني، لا انا بدور على الناس ان هم عايزاهم يحبوا ام مايا بشخصيتها، ام مايا
طالعه بطبيعتي خالص قسما بالله، طالعه بقدم لكم المحتوى على طبيعته خالص، مش ان انا يعني ان انا بتكلم ان انا اتكلم ان انا مثلا يا ما هنا يا ما هناك، وان انا اتعيق بنفسي، وان انا لا ده انا ما بعملش او اقدم محتوى انا ما بعملهوش اصلا ولا الكلام. لا لا لا، انا كله على الطبيعه، ببين لكم كل شيء. بمعنى يعني زي النهارده اهو طلعت لكم مواعين بس، ورغم ان المواعين كلها زي الزفت يعني بس المواعين كلها عايزه تولع فيها. فطبعا بقى يا حبايب قلبي، بص لو وصلتي معايا لحد هنا كده انا رغايه كتير صح يا جماعه؟ قولوا لي كده لان انا لو رغايه. فطبعا حبيت ان انا اشارك معاكم اليوم، حبيت ان انا اتكلم مع حبايب قلبي بجد والله العظيم 3 يا جماعة. انا مش طالعة علشان خاطر فيديو ان انا بتكلم انا ده طريقتي، دي طريقتي خالص في الكلام، دي طريقتي قوي في مظهري كده. انا ما بحبش اظهر كتير، لو اقولك ان انا اصلا ما بحبش اصلا نزول الشارع دوت، انا ما بحبهوش نهائي. هتقولي لي انت كدابه، اقسم بالله العلي العظيم انا بقعد بالشهور ما بحبش انزل نهائي من البيت. هتقولي لي ليه؟ انا كده مش عارفه يعني انا بحب بيتي، بحب اقعد في بيتي، بحب شغل بيتي، يعني انا اشتغل في بيتي فقط لا غير. حتى جوزي كده بيحبني، يعني انا كنت عايزه انزل اشتغل في مره وكده، فراح مرضاش نهائي، قلت بقى خلاص يبقى ما فيش غير ورايا غير المحتوى الجميل اللي انا اقابل فيه ناس تكبر بيه بخاطري بجد يعني، ومش مستنيين مني مصلحه. لا انا عايزه حد بيحبني فعلا بطبيعتي بطريقتي بكل حال. طبعا بقى انا حبيبه قلبي انا كده خلصت معاكم الروتين، ومعلش لو انا رغيت معاكم كتير، بس حبيت اتكلم معاكم واشارك معاكم اليوم. ما تنسينيش في لايك حلو منك يا ست الكل، والاشتراك في القناه، ويا ريت كومنت قمر كده يا ست الكل تكبري بيه في خاطري يا رب العالمين. وبصي بعد ما خلصت عملت كوبايتين شاي كده مظبوطين وظبطنا الدنيا. هقولك ان انا ماليش في الشاي قوي، بس بصراحه ما كانش عندي قهوه، قلت ما اشرب كوبايه شاي بديله. وما تنسينيش في لايك حلو يا ست الكل والاشتراك في القناه، ويا رب ابقى عند حسن ظنكم فيا. واهم شيء نكبر بخاطر بعضينا يا حبايب قلبي، واسيبك في رعايه الله.